واش العائلة، السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما ديما معكم اخوكم الياس ربوح، فيديو جديد على السفر. كيف ما شفتوا معنا في الحلقات السابقة، كنت واجد حاليا انا واخويا اسماعيل في العاصمة الجزائر، وان شاء الله غادي نديروا الديبار للشرق ديال الجزائر باش نشاركوا معكم مناطق سياحية ونعيشوا تما تجارب جديدة. الفكرة ديال اننا نسافروا للشرق ونمشيو لجيجل اقترحها علينا واحد الصديق اللي سميتو يوسف اللي كيسكن في الجزائر. ها هو يلاه خارج. واش ابو يوسف؟ بس صافا صافا ترونكيل. مرحبا خاوتي، الله يحفظك. في 2017 رحت نتفرج الماتش تاع الياسمال الوداد ديمي فينال العسكر. الحاجه اللي خلاتني نزيد نحب المغاربه هي انه تلاقيت بواحد الشخص صدفه هكا، ما نعرفو، ما كان عندي كونتاكت معاه ما والو، ما نعرفو، صدفه تلاقى بيا هكايا صافا لاباس، سلم عليا، رحب بيا الحمد لله. المهم قام بيا كيما يلزم الحال كيما يلزم. غدوه الصباح في العشيه هذيك وصلني للوتيل، انا اللوتيل كان بعيد شويه على لافيل، وصلني للوتيل ورحت للدار، قال لي غدوه ان شاء الله نتلاقاو. غدوه الصباح 12 لقيتو جاب لي الفطور، جاب لي الفطور. هذا الشخص ما نعرفوش وما كان عندي حتى كونتاكت معاه سابقا. شغل هذه اللقطه خلاتني نتم شغل نحس بلي المغاربه خاوتنا من الاخر، باسكو علاه عندهم نفس الخمام تاعنا، خمام واحد، عقليه واحده. الحمد لله الحمد لله، من تما الحب تاعي زاد المغاربه، لا يعيطوا لي المغربي والله. وراه شي مرات ملي كتسافر انت لديك البلاد كتكتشف بلي راه الناس ديالها واش مزيانين ولا ما مزيانينش. ملي كتشوف غير الهضره في فيسبوك ولا داك الشيء راه ما كيمثلش الحقيقه. تعاشرهم هذه باش تعرفهم، تعاشرهم اكزاكت. هذه الله يسهل عليك. ومن هذا المنبر ندعيو له بالرحمه الشخص هذاك، خاطر باسكو توفى. الله يرحمه اخاي. ربي يرحمه ويسع عليه. الاسم ديالو محمد بيا، ربي يرحمه على كل. والسبب الوفاه؟ والله مرض تيوبركيلوز، مرض. ومن بعد انا ما عطيتش معاه واحد الشهر، قلت يوميا نقصر معاه نحكي معاه. الله يرحمه. ومازال لي كونتاكت مع خوه وبكر، نحييه من هذا المنبر. الله يحفظك. ندعو له بالرحمه ان شاء الله. والله ديما نتفكروا في كل ركعه، نتفكروا في كل ركعه، باسكو تزيد بعث لي التوني تاعو كل ما نلبسو ندعي له. ثاني لما ديال شوف ديما باش يكون كيدير الخير، ديما الناس كتذكروا بالخير، يعني الانسان الناس ديروا الخير، صفوا القلوب، تعاملوا مزيان. راه ما عرفت شنو مخبيه لكم. هادشي اللي كاين. وانت ملي كتسمع قصه بحال هكا انسان مشرف وشرف بينا حنا كمغاربه، يعني غادي تدعي له بالرحمه الصراحه. هذاك التوني شحال من واحد يقول لي بيعوا لي توني، نقول ما نبيعولكش، ما نبيعولك باسكو علاش؟ هذاك عندي حاجه قيمه كبيره، غاليه بزاف، حاجه كبيره راني نقول لك والله. ديجا كي نلبسوا هكا ولا نشوفوا في الخزانه هكا ما كتبوش. دوك راني نحكي عليه انا ثاني والله، انا ثاني قسما بالله على بالك انت كتحكي وانا والله غير لحم يشوف. والله ربي يرحم. الله يرحم فضلنا يا رب. يرحم جميع المسلمين. عائلة خلينا خويا يوسف غيمشي يتلاقى بالعائله ديالو. راه ضربنا الطريق تبارك الله، راه وصلنا دابا العين الكبيره ياك الدراري، فيها واحد المنظر اللي بانوراميكي كيف ما كتشوفوا، ولا كاين الجبل ديال البابور اللي الا كتب ان شاء الله نمشيو نزوروه. الصراحه ضربنا الطريق ولكن ما بقاش لنا بزاف، شي 70 كيلومتر لجيجل ان شاء الله. الدراري كي حسيتوا بالطريق؟ داكشي داز واعر، حسيت براسي فهمتي بدات الجو ديال بصح، كنت مستريسي، دابا كنحس براسي فهمتي لاش ديال بصح، متحمس. صافا. من ولايه سطيف راح ندخلوا ولايه جيجل ان شاء الله. اول بلديه ندخلوا لها هي بلديه إيراقن. المهم العائله كيف ما كتشوفوا وصلنا بالليل لسوء الحظ ما نقدروش نوريوكم المناظر الطبيعيه اللي كاينين هنا. يلا حطينا البارطاجات ديالنا، السكن وداك الشيء، وغادي نخرجوا ونشعلوا النار برا ونتعرفوا على العائله ديال خويا يوسف. المهم هادشي اللي كاين. العائله كتحس بواحد الراحه رهيبه، سكات ترونكيل ديال بصح. المهم العائله كيف ما كتشوفوا هاد الحمق اللي معانا مخلي الدار وباغي يبات في الخيمه بصحتك. اول ليله في الخيمه. ما عمري زعما جربت التجربه هذه، وفريمون متحمس سيرتو في هذه البلاصه هذه، حيت فريمون واعره بزاف. وغيخرج لك ديب صغرون هكيكه عادي، راه ما كيخلعناش ديب صغرون ياك. المهم العائله كيف ما كتشوفوا حنا في هذه المنطقه ديال إيراقن. نبغي نشكر الاب ديال خويا يوسف اللي طيب لنا هذا الخبز اللي سميتو الكسرة. الكسره. ثم تسميوها الفطير واخيلا.
لا ما كنسميوهاش واقيلا ما عرفتش الناس اللي عرفوا شنو كنسميو هذه يقولوها لينا. هاك هذه بحال الحرشه كتشبه الحرشه والملوي بجوج بيهم حيت من الفوق ملوي ومن داخل حرشه. المهم الاسم ديالها اللي هو الكسرة. الله يخلف عليك عمي شكرا بزاف. يوسف المسؤول عن النار العافية جهنم. لا والله الجلسة حداها واعرة بزاف عويفة يا سلام. وخساره ما جبناش احسن ما جبناش باش نديرو الشوا خلاص علينا شويه على تراديسيونيل والله يمشى ماشي شبكه ما ايه قلت لك انا ولكن والله يا يوسف بحال هكا غتكون عندها واحد الحلاوة عمرنا ذقناها. بيان سور هذه هي باش تفكر جدودك واش دوزوا في حياتهم. فغاي كانوا بحال هكا الناس قبل. ما يمكنش الياس اخي شحال فرحان شحال بزاف. الشجرة عنده واحد 4 سنين دوكا تاع الزيتون هذا. رياصة هي الباب ديال الخشب. شوف فوق شويه. ما باغيش نعمر سنة. الرمان رمان ماشي زعرور. لا هذا ماشي رمان هذا الرمان نعيطوا له رمان. هذا شنو هذا هو؟ عندنا نقولوا له الزعرور وانتما في المغرب ما عرفتوش تقولوا له. اسمعي ايش كنقولوا الزعرور اللي عرفوها الخوت يشارك بارطاجي معنا في الكومونتير. ما تشوفوا العائله دابا غادي نمشيو للباراج وغادي نشدوا لافواتور ديال خويا يوسف يورينا لحظات من الشو اللي كان في التيران. المهم العائله كيف ما كتشوفوا يلاه ركبنا مع خويا يوسف الطوموبيل غادي يدينا لواحد البلاصه اللي سميتها سميت الباراج اخويا يوسف باراج تاع ايراغن. تاع ايراغن ان شاء الله بحول الله. وكيف ما كتشوفوا تشكيله تمثل شمال افريقيا. انا بالتاني ديال الياسما ديال الكابيتال ديال الجيري. يوسف لابس التاني ديال الوداد ديما وداد. تحياتي. اسماعيل وراء انا لابس التاني ديال المنتخب المغربي ومعنا سمير لابس التاني ديال المنتخب الجزائري. اللهم يسر. مرحبا بنا عندكم. الحشرة. تحياتي لاسماعيل الكاميرامان كيضحي بروحه باش يصورنا. غامرش بينا. هذاك جبل البابور بالبابور هذاك ولا نطلعوا ليه ان شاء الله. ان شاء الله بالك واحد اليومين ولا نطلعوا عليه ان شاء الله. اذا كانت صاحيه الحاله ان شاء الله بحول الله. الباب ما تفتحش بيا. اسماعيل كثرت ما محمس يطلع من دابا فوق الطوموبيل باش يصور. ما شفناش واش كانت كاينه. دابا خوتي يلاه اكتشفنا الطريق اللي جينا منها البارح بالعشيه. بصراحه هي اجمل ديكور هو انك توصل لشي بلاصه بالليل ما عارفش شنو كيتسنى تفيق الصباح وتلقى الديكور كيف ما كتشوفوا المناظر الطبيعيه اللي مصورهم دابا خويا اسماعيل فريمون شي حاجه اللي رهيبه بزاف. نورمال تخاف تخاف. ما تعرفش ما تكسرش عليك برك هذا ما الطيور نو هادو ماشي هادو كاريطات كيفاش يقولوا تاع العسه ديال العسه يعني يعسوا فيهم العسكر. لافو غوش شلال طبيعي ياك اخويا يوسف. طبيعي صافي بليزير والله. نافونتي شويه. المهم العائله يلاه حبسنا خويا يوسف الطوموبيل في هذه البلاصه اللي فيها الباراج اللي غادي نهبطوا ليه اليوم ان شاء الله. وبالصدفه لقينا واحد البلاصه اللي واعره بزاف شلال ديال الماء طبيعي كاين وسط الطريق. هانتوما كيف ما كتشوفوا شي حاجه اللي زوينه بزاف.
ما كتشوفوا العائله الماء ديالو صراحه صافي بزاف. واو صحه والراحه. صراحه كتحس بواحد الراحه نفسيه كبيره ملي كتجي لهاد المناطق اللي الطبيعه السكات. خوتي وحنا غاديين للبلاصه اللي غنعوموا فيها ديال البراج، ما يمكنش حبسنا هذا المنظر اللي زوين بزاف. قلت للدراري حبسوا الطوموبيل، فريمون هاد البلاصه واعره بزاف نسالوا نتصوروا فيها. كيف ما كتشوفوا مناظر طبيعيه اللي زوينه بزاف. اسماعيل ينقز بالفرح. شكرا لخويا يوسف اللي جابنا لهاد المناطق، صراحه هادشي يستاهل بزاف. انتم كما كتشوفوا جمال طبيعي يا سلام. هاد القيطه صاحبي، شوف الجزائري والمغاربه في الواقع بعيدا عن العالم الافتراضي. لا اله هو هذا المنظر اللي من الفوق، واللي قال لنا خويا يوسف باللي هاد الجزيره هاد البلاصه شنو مسمينها سد الاخطبوط. سد الاخطبوط يلقبوه هكا سد الاخطبوط. علاش؟ عندك شغل عنده تاع الاخطبوط هذوك خارجين هكا الوديان هذوك يشبهوا الرجلين هذوك تاع الاخطبوط. فهمتي. هذا المكان. تعرفوا داك صاحبكم اللي كيقول لك غنسافروا غنزهيوها غنمشيو غنرونوها في الاخر كيبقى لكم ناس. المهم العائله كيف ما كتشوفوا هذه هي البلاصه اللي قال لنا خويا يوسف الاخطبوط. كيف ما كتلاحظوا هذا المسار ديال المياه عنده الرجلين بزاف. العائله كيف ما كتشوفوا انا نحاول نزومي لكم الا بانت، راه هي الطريق اللي جينا منها، وكنحاولوا نضربوا التورني ديال الجبل كامل باش حنا غنرجعوا من هاد الطريق وغندوروا على هاد الجبال كاملين وغنرجعوا لنفس النقطه اللي كنا فيها اللي هي ديك البلاصه اللي فيها البراج، ولكن غنكونوا درنا على هاد المنطقه ديال الجبل كامل. ها انتم كتشوفوا اسماعيل يوسف. ما ننساش نفكركم القنوات ديالهم، اسماعيل فريح اللي بغى يتابعوا على الفيسبوك يوتيوب انستغرام، وكاين خونا يوسف اللي غتلقاو القناه ديالو في الرابط ديال الوصف. الاستسلام صح. ما كاين حاجه ما تسمع. ايه راجل هذا قولوا لنا. كل ما كنهبطوا لشي بلاصه خونا يوسف كيمشي عمر قلعه الماء، حيت هاد البلاصه الخوت راه ماليه ديال بصح بالعوينات. وانا ثاني مره كاين المهم العائله كيف ما كتشوفوا جابنا خويا يوسف لهاد البلاصه اللي فيها كراسه زوينه اللي كتطلع على البراج، وقال لي من بعد غيشارك معايا معلومات. كاين شي هوستيل ولا شي اوتيل وكاين البلايص ديال ياكلوا فيهم وداك الشيء. كيف ما كتشوفوا هاي الفيو تبارك الله سينيماتيك. غاية نوصيكم الناس اللي ما عمرهم عاموا في الواد، راه كاين واحد ديفيرونس ما بين العومان في البحر والعومان في الواد. كنقولوا داك المثال ديال الماء كيكون ثقيل، واخا هي علميا غالطه، ولكن المعنى اللي كيبغيو يشرحوا بها هي ان الماء ما تيكونش بحال البحر خفيف كيهزك للفوق، انما تيكون ثقيل واحد شويه وكيخصك واحد المجهود اكثر. با يوسف تسمع لينا نسولوك. نعم خويا. صافي خويا يوسف، دابا الناس اللي ما كانوش معاك وبغاو يجيو لهاد المنطقه وبغاو يدوزوا فيها وقيته زوين اما عائله ولا صحاب، فين يقدروا يباتوا؟ نورمالمون كاين فوق دار الشباب، هنا كاين دار الشباب فيها وين يرقدوا. ها ما عرفتيش انا الثمن؟ مانيش عارف شحال راهم يخلصوا دوكا. نورمالمون كي نحبوا نعرفوا نروحوا نسقسيو الناس. وبالنسبه للناس اللي بغاو يشريو الماكله كاين محلات، كاين كافيتيريا، كاين ريستورون فاست فود، ماشي ريستورون فاست فود، كاين اليمونطاسيون، كاين كلش موفر كلش. انا كيف ما كتشوفوا انا خويا اسماعيل جوج مغاربه اللي لابسين التوني ديال الجزائر، ومعنا جوج خوتنا جزائريين خويا سمير وخونا يوسف اللي لابسين التونيات ديال المنتخب المغربي وديال الوداد. صافي بليزير. ومنا في هاد اللحظه ديال الغروب نسولوه كيفاش تعرف على الوداد وكيفاش بدا الحب ديالو للوداد، حيت في العنوان قلت لكم راه معانا جزائري اللي عزيز عليه الوداد. با يوسف ما عاودتيش لنا قصه ديال الوداد؟ بون الحكايه هي قديمه على كل حال. حكايه الوداد معروفين يحبوا
يحبوا لي سيبورتور تاع الياسما ولاد البهجه معروفين بلا ما نعرفوهم نزيدو نعرفوهم. كاين قصه حب بيناتهم، مشتركين في اللون. اول حاجه يلبسوا الاحمر في زوج، وزايدين في عام مأسين في عام واحد 1937. هذه هي في عام واحد. في عام واحد. إيه. بس اول مره كنعرفهم. وحنا كي نروحوا عندهم يستقبلونا احسن استقبال، يدخلونا ديارهم وكي يجوا هما هنايا كيف والحمد لله. وان شاء الله ديما المحبه هذه تقوى. ان شاء الله مرحبا بك عندنا في المغرب مره اخرى. ميرسي بوكو.